يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة. آم، حاجات بنهملها جدا في المذاكرة، وهي زي المية. المية انت لازم تشرب مية كويس طول ما انت بتذاكر، او طول اليوم انت لازم تكون بتشرب مية كويس. لان قلة المية دي لو جالك جفاف ده هيخليك ولا عارف تركز ولا قادر انك تذاكر اصلا. وهيخلي عندك هبوط كده وخمول، يعني انت هتستغرب منه. في حاجة تاني، النوم الكويس. يعني كل واحد بيبقى ليه جسم، ليه الجسم بتاعه على حسب النوم بتاعه. يعني انت لازم تنام مثلا، الطبيعي انك تنام 8 ساعات، ولكن انت مثلا لو بتنام 5 ساعات وشغال كويس مفيش اي حاجة والدنيا تمام، فخلاص عيش بالخمس ساعات. يعني بالنسبة لنا 5 ساعات تمام، ممكن اقضي اليوم عادي واذاكر وانا مركز. انت ممكن 6 ساعات، حد تاني ممكن 7 ساعات، لكن هو الطبيعي 8. بعد كده من الحاجات برضو المهمة التنظيم، انك انت لو منظم المكتب بتاعك كويس بطريقة كويسة وبطريقة شيك كده، بطريقة تخليك انت مستريح نفسيا